يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال: لماذا يرضى بعض الناس بالذل والاستبداد رغم أنه يجعل الأمة في تخلف، يجعل بلدهم في تخلف، بل حتى لا يفيدهم هم شخصيا؟ لماذا يرضى بعض الناس بهذا الأمر؟ طبعا عند التأمل في هذه المسألة، وقد تأمل فيها العلماء قديما وحديثا، النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الناس ترضى بالاستبداد، ترضى بهذا. لما ذكر اسم عيينة بن حصن سيد قبيلة غطفان، ذكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك الأحمق المطاع، أحمق كل قراراته غلط لكنه مطاع. قالوا: كيف يا رسول الله؟ كيف يكون أحمق ومطاع؟ قال: أحمق لا، ما عنده الحمق، ليس عكس الذكاء، الحمق عكس الحكمة، فهو أحمق ليس غبي، هو أحمق ذكي لكنه ما عنده حكمة فقراراته كلها غلط، ومع ذلك يطيع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحمق لكنه إذا أمر تحرك له 10,000 سيف لا يسألونه فيما ولا إلى أين. 10,000 مقاتل، هذا غير ما يقاتلوا. وفي الحديث تم عمل تجربة باسم The Milligrams Experiment، وأثبتوا فيها أن الناس، معظم الناس، الأغلبية من الناس يطيعوا بلا تردد، حتى أنهم يطيعوا في الجريمة. طبعا ليس كل الناس، كانت النسبة سابقا 71%، مؤخرا تم إعادة هذه التجربة فكانت النسبة 54%. 54% في عالم الوعي اليوم ما زالوا يطيعوا حتى في الجريمة. لماذا؟ تأمل العلماء في هذه المسألة فوجدوا أن السبب الرئيسي هو الخوف الذي لخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. الخوف من ماذا يخاف الناس؟ هم لا يخافوا فقط من الطغاة، هم يخافوا من المستقبل المجهول. لو تغيرت الأمور نخاف نحاول نعمل تغيير يجي لنا شيء أسوأ، فالمستقبل المجهول. وانتشرت بينهم يعني أمثال منحطة: الله لا يغير علينا، امسك مجنونك لا يجيك أجل منه، وأمثالها. لا لا لا، ما حنمسك مجنوننا، سنحاول أن نغيره. هذا المفهوم غلط. فالمستقبل المجهول. كذلك الخوف على الاستقرار وعلى الأمن، الناس تقدم هذا الاستقرار والأمن ويرضوا بالذل. طيب ما قيمة الاستقرار والأمن مع ذل، مع تخلف، مع ناس تدوس عليكم دوس؟ طبعا الناس تخاف من هذا. أيضا الخوف من فقدان المصالح، عندهم رواتب وعندهم معطيات، ويمكن لهم يعني كلما زاد ولائهم كلما زادت هذه الأعطيات، وخاصة الأراضي وأمثالها، فيخافون. طبعا على فكرة في ظاهرة بشرية هي الخوف من تغيير العادات. تعودوا على شيء معين، على التعامل مع الحكام، مع القادة بطريقة معينة، تعودوا على هذه العادة يصعب تغييرها. طبعا الناس تخاف من الأذى، يمكن يؤذوني، يؤذون أهلي، يؤذون أولادي، والأمر يحتاج إلى شجاعة. ولذلك جاء علماء السلاطين: اسمع وأطيع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. هذه الزيادة في الحديث ضعيفة، أكرر لكم، مختلف عليها على الأقل، فهي ليست منهجا. يقول سقراط الفيلسوف المشهور: الخوف يجعل الإنسان أكثر حذرا وأكثر طاعة وأكثر عبودية. يجعلنا في ذل، يجعلنا في عبودية. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذين يستشهدوا به أنه هو الذي دعا إلى
الرضا بحكم المتغلب، يقول لا ينبغي للمرء أن يذل نفسه، لا يجوز أن الإنسان يقبل بهذا الذل. يقول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه: الناس من خوف الذل في ذل. الناس من الخوف، هذه الظاهرة التي ذكرتها، أن السبب الرئيسي في الرضا بالذل والاستبداد هو الخوف، والخوف يؤدي إلى الذل ويزيد الاستبداد، فلا تقبلوا بالذل. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا